أهلا أهلا، كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا زي ما أنتم متعودين إني أدخل بالموضوع أو بالوصفة على طول. فيديو اليوم تجربتي مع سودا كريم لمدة سنة كاملة. أول شيء عندي ملاحظة بسيطة ولكن مهمة جدا يا بنات. في إشاعات كثيرة طلعت على المنتج هذا، ومن ضمنهم إنه ذكروا إنه يستخدم للوجه، يعطي تبييض وتنعيم ويعالج كل مشاكل بشرة الوجه. وهذا خطأ كبير يا بنات، والله خطأ كبير مضر لبشرة الوجه بشكل مش طبيعي يا بنات. يستخدموه عشان التبييض بعضهم، ولكن بيكتشفوا يطلعوا لهم حبوب وكلف وتصبغات وسد المسامات بشكل مش طبيعي. يسد المسامات لأنه الكريم ثقيل، عشان كذا يطلع الحبوب لما تسد المسامات. يعني نتائجه تكون عكسية للوجه، عكسية للوجه، لكن الجسم يعني له طريقة خاصة بعلمكم عنها. لا يعني نتائج حلوة للجسم، لكن الوجه ما انصحش بها خالص. أول شي يا بنات، أنا عن نفسي كنت أعاني من الحساسية أو الأكسيميا، تطلع لي بين الأصابع كذا. استخدمته من أول أسبوع الحمد لله خف كثير، وبعدين اختفى لله الحمد. وكمان علاج للحروق، الله يحفظ الجميع بإذن الله. يعالج الحروق ويزيل آثارها، وكمان حماية من أشعة الشمس، حماية بسيطة كذا، وتسلخات الأطفال. واستخدمه كمان للجسم، أحيانا استخدمه كذا لحاله، وأحيانا أخلطه بخلطة. نتائجه حلوة. واستخدمه كمان للمنطقة الحساسة، يفتحها ويعطيها كذا ترطيب وتنعيم رهيب. طريقة استخدامها للمناطق الحساسة، تحطوها قبل النوم والصباح تغسلوها. واستخدمها كمان بعد إزالة الشعر من الجسم، يهدي الأحمرار بشكل حلو يعني، ويخفف لك الألم. واستخدمها لبقية الجسم، اشيل كمية بسيطة من الكريم، حوالي كده ملعقة، واخلطه اضيف له 3 قطرات من زيت عرق السوس. اهم شي يا بنات، اهم شي تتأكدوا ان عرق السوس يكون الاصلي. زي ما قلت لكم، كيف تعرفون الاصلي؟ من الختم الازرق اللي عليه فراشة كده، وكمان تقلبوا القارورة من تحت، مسجل التاريخ او كتابة كده باللون الازرق. وزيت أو سيرام عرق السوس يكون لونه غامق مايل للسواد، أما التقليد يكون لونه بني فاتح. أخلط الخلطة واستخدمها على مفاصل الجسم بالليل وأغسلها الصباح. وبعد ما تغسلوا لا تنسوا ترطبوا جسمكم بأي مرطب أنتم متعودين عليه. حجم العلبة يا بنات كبير، 125 جرام تقريبا. شوفوا حجمها مقارنة بعلبة سيرام عرق السوس، وهنا حجمها مقارنة بحجم زيت لوز المر. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في الفيديو القادم. ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد وتستفيدوا بإذن الله.